كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن معلومات خطيرة تفيد باستكشاف نفق سري يمتد من الترابي المغربي نحو منطقة باب العصا الحدودية بولاية تلمسان، يستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم. واكتشاف هذا النفق يأتي بعد أشهر فقط من اكتشاف نفق مماثل في مدينة سبتة المحتلة استخدم لتهريب الممنوعات عبر شبكات مغربية إسبانية. كلنا بنحب المغامرة أكيد، ولكن لما تكون بروح وطنية بصير لها طعم ثاني أكيد. مستعد؟ عزيزي المشاهد، أنا اسمي أحمد عودة من فلسطين. هذا الفيديو الآن أنت تشاهد فلسطيني، فاكتب لي من وين بتتابعني. تحياتي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد على قناة صوت فلسطين. محبتي واحترامي لكم أينما تواجدتم في جميع أنحاء العالم. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، بتمنى منك فقط دعم هذا الفيديو من خلال زر لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس من أجل توصل صوت من فلسطين، واستحلفكم بالله دعواتكم في التعليقات لإخوانكم في العزة. دعونا نشاهد هذا الفيديو، ابقوا معنا. كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن معلومات خطيرة تفيد باستكشاف نفق سري يمتد من الترابي المغربي نحو منطقة باب العصا الحدودية بولاية تلمسان، يستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم سمومي القادمة من المغرب. وحسب ذات المصادر فإن النفق الذي تم اكتشافه يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويرجح أنه استخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة وهي المادة التي تعد لطالما استخدمه المخزن لضرب استقرار الجزائر. يأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من كشف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، والذي كانت تستغله شبكات تهريب مغربية إسبانية لتمرير ممنوعات، وهو ما يؤكد وجود بنية تحتية سرية تعتمدها شبكات الجرم المغربية بتواطؤ ضمني أو مباشر من أجهزة نظام المخزن. وفي سياق متصل تواصل الجزائر رفع درجة التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب. لو كل الدنيا ضد الجزائر فنحن معها، ولو الكل تآمر على الجزائر فسنبقى دائما نتكلم بكل شفافية وصراحة ونزاهة، وبإذن الله أمامكم وأمام الله سأبقى وفي إلى الجزائر والجزائريين. ومثل ما يقولوا بأن الجزائر وفلسطين شعب واحد وبلد واحد، وفي أشياء كثير تجمعنا، أولها حب الوطن وآخرها دعمنا لبعض. عزيزي المشاهد، بتمنى منك فقط تدعمني على هذا الفيديو من خلال زر لايك، شير، سبسكرايب. إن دعمتونا فجزاكم الله كل خير، وإن لم تدعمونا فالله المستعان. دعونا نستكمل الفيديو، ابقوا معنا. حيث في زمن تحولت فيه الحدود إلى خطوط مواجهة خفية، وفي لحظة أصبح فيها الجار عدوا مقنعا، تكشف المؤامرة من تحت الأرض لا من فوقها. نعم، نفق سري في واحدة من أخطر محاولات التهريب التي عرفتها الحدود الغربية للبلاد، تهريب السموم واستهداف وطن بأكمله في صمت. تجد نفسها اليوم في مرمى مؤامرة جديدة، مؤامرة تدار بأدوات خبيثة. يتبين أن نظام المخزن لا يبحث عن سلام، بل عن خنجر مسموم. لكن الجزائر لا تخترق لأنها دولة برجال. النفق يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويعتقد أنه استخدم خلال الفترة الماضية، وكلها تتم بتواطؤ واضح من جهات نافذة داخل النظام المغربي. السؤال الجوهري هنا: ما الهدف من كل هذا؟ الجواب واضح، إنها حرب غير معلنة ضد الجزائر، حرب لا تشن بالدبابات ولا بالطائرات، بل والفتنة والفوضى الاجتماعية. تهريب إلى الجزائر ليس فقط عملا، بل محاولة ممنهجة لتفكيك المجتمع وضرب الشباب وتلويث الأرض.
لكن من يتآمر على الجزائر لا يقرأ التاريخ جيداً، فمنذ استقلالها ظلت الجزائر أمام تحد جديد. لكن كما كسرت الاستعمار ستسحق كل نفق. النفق انكشف والمخزن، ومن وراءه سيكتشفون أن اللعب بالنار قرب الجزائر ليس مغامرة. ما الذي يعنيه أن يكتشف نفق بطول كهذا وعمق بهذا المستوى بين المغرب والجزائر؟ يعني ببساطة أننا لا نتعامل مع عصابات محلية فقط، بل مع شبكات محترفة تتوفر على تمويل وتكنولوجيا وتواطؤ رسمي ضمني إن لم يكن مباشرا. وما داموا لا يقدرون على الجزائر عسكريا فإنهم يحاولون إنهاكها اجتماعيا. في هذه الحرب غير المعلنة لا يكفي أن تتحرك القوات الأمنية وحدها، بل إن الوعي الشعبي يعد خط الدفاع الأول. وهنا يبرز الدور المحوري للإعلام الوطني في كشف الحقائق وتوعية المواطن، خصوصا الشباب. فما تم اكتشافه في تلمسان ليس فقط مسؤولية الجيش أو الشرطة أو الجمارك، بل مسؤولية وطنية شاملة. كل جزائري حر عليه أن يدرك أن هناك من يريد تحويل الجزائر إلى سوق استهلاك للسموم، إلى من لا يزال يراهن على اختراق الجزائر. لقد فشلتم. النفق كشف والمخطط سقط، والرد الجزائري قادم لا محالة. ولن نصمت أمام من يحول حدوده إلى مصدر للأذى والخطر، لكنها بالمقابل لا تسكت عن من يتآمر على استقرارها. فإن الجزائر سترد لا بالكلام بل بالمواقف والسياسات والميدانيات. بلدكم مستهدف وشبابه في عين المؤامرة، لكن الجزائر قوية بكم وبجبهتكم الداخلية، من تلمسان إلى إيليزي، من تامنراست إلى عنابة، لأن الجزائر لا تخترق، لأنها أرض الشهداء، لأنها ببساطة الجزائر التي لا تقهر. كل العالم يفتخر بإنجازات ومواقف وقرارات بلدي الحبيبة الجزائر، وكل العالم يفتخر بالجيش الجزائري والرئيس الجزائري حفظكم الله طبعا، وربي يحرسكم من أعين الحاسدين والحاقدين. ولكن عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، مثل ما رأينا في الفيديو معنا لليوم، إذا كنتم من يعشقون التحدي خليكم دائما في الصورة المشرفة لوطنكم، ودائما خليكم كروح محبة لوطنكم مثل ما أنا أعشق تراب وطنكم. فما تنسى عزيزي المشاهد تدعمنا من خلال زر لايك، شير، سبسكرايب، وما تنسى دعواتك في التعليقات لإخوانك في العزة. ولكن تحيا الجزائر بشعبها ورئيسها، أكيد عم يتابعون حفظك الله ورعاك، وجيشها. تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. بنهاية هذا الفيديو من قناة أحمد عودة صوت فلسطين، بحب أتشكركم على المشاهدة. كان معكم أخوكم أحمد عودة بن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. دمتم في حفظ الله ورعايته.